كيف الحال؟ النهارده رحلة جديدة مسافرينها، يا ترى هي فين؟ ولكن الأهم من كل ده، النهارده احنا مسافرين في القطر الاقتصادي الروسي لمدة 3 أيام في القطر. يا ترى فين؟ ويا ترى ايه المدينة ولا ايه البلد ولا ايه الكلام ده؟ فيلا بينا نشوف تجربة القطر النوم الاقتصادي في روسيا عاملة ازاي. يلا بينا. المفروض بقى ان احنا نقعد في القطر 3 ايام، بس عندنا في النص زي في ترانزيت كده كمان 10 ساعات، هنريح 5 ساعات بعد كده نكمل المكان اللي احنا رايحينه. ويت العظمة. طبعا هنا هم حاطين السخان ده احنا بنقدر ان احنا منه تعمل شاي او اندومي، فانا جايب اندومي عشان ايه نروق الكلام. حرفيا كل حاجة موجودة، تحس إن هما هنا كبيت تاني، ده عالم أكتر غير العالم اللي بره حرفيا. خلصت شوية مونتاج على اللاب الحمد لله، خلصت شوية برضه ريلزات عشان تنزل على الانستجرام والتيك توك والفيس، اللي مش متابعهم يتابع فيه حرفيا حاجات هناك نار النار النار. وطبعا طلعت بقى شوية أكل بقى وكده عشان آكل. لو انت هتركب القطر في روسيا فصدقني قبل ما تركب القطر او انت مثلا مسافر اشتري حاجات من السوبر ماركت من بره يكون افضل لك. ليه؟ لان الحاجات هنا في القطر اولا هتلاقيها غالية جدا، يعني هتلاقيها ده لو لقيت. ثانيا مش هتبقى بنفس الجودة اللي بره، وهنا بيجيبوا مش هنقول اقل الحاجات بس بيجيبوا حاجات نظيفة جدا فسعرها غالي قوي. يعني ممكن مثلا الشاي مثلا ده مثلا تشرب الشاي ده مثلا، يعني مثلا ده شاي انا جايبه معايا، جايب شاي فتلة وسكر ممكن مثلا الشاي ده تشربه هنا ب150 روبل، بره تجيب الباكيتة كلها مثلا ب150، وحقهم لان الاسعار سياحية. فانت لو هتسافر اشتري حاجات من قبل، يعني مثلا جبت عيش، جبت مثلا جبنة، جبت مثلا شيبسي، فافضل ليك ان انت تشتري الحاجات من بره، ده هيساعدك كتير جدا حرفيا. طبعا ده حمام، نشوف بقى الحمام اللي في الدرجة الاقتصادية عامل ازاي. طبعا دي كلنا عارفينها، هنا المناديل هنا بنرمي الزبالة، مياه سخنة باردة، هنا الصابون في المناديل. احنا اهو هنا دي بيكون في حاجات للبيبيهات بس دي خلصانة دي. بس ده الحمام بتاع الدرجة الاقتصادية، يعني ده يعتبر دي من أقل الدرجات في القطر أصلا. مساء الخير أو صباح الخير، لسه صاحيين هنروح نغسل وشنا وبعد كده بقى نطلع اللاب ناكل وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. طبعا بقى خدنا معانا النعناع مصري أصيل، هنشوف بقى عايزين نشرب نعناع ونروق الكلام. يلا بينا. السكر يلا بينا. الموضوع سهل اقسم بالله، تحس ان انت احنا في عالم اخر حرفيا، تحس ان احنا يعني اقسم بالله ما شاء الله عليك. لسه صاحيين نعناع مصري اصيل
وناكل بقى لانشون حلال 200% اهو، حلال اهو حلال. شيبسي، جبنة. بس الأمر سهل وبسيط يا جماعة. أهم حاجة بس وأنت مسافر تكون إيه، حاطط خطة صح، لمم أمورك، الماديات فاهم إيه، ظبط الكلام عشان الماديات لو مش أحسن حاجة إحنا الحقونا. فاضل نص ساعة وهنوصل، بس إحنا كده مش وصلنا يعني ده إحنا معانا 3 أيام في القطر، فإحنا كده يعتبر عدينا يوم وربع. هننزل بقى ترانزيت. أهم حاجة أنت نازل أو هتسيب القطر إيه، تطمن على كل حاجة. مساء الخير، وصلنا دلوقتي أول ترانزيت كده. قعدنا في القطر حوالي 23 ساعة. عندنا 23 ساعة زيهم بقى و24 ساعة. فهنا اهو خلصنا، وصلنا مدينة اسمها سيزران. أهلا بكم في سيزران. فلو هنلحق نبص على مدينة هنلحق، مش هنلحق هقول لكم. فيلا بينا نشوف، وهنوصل هنشوف بقى المدينة دي عاملة ازاي، الاستراحة دي عاملة ازاي. يلا بينا. وصلنا الحمد لله، خلصنا أول قطر على خير الحمد لله. السفرية دي مرهقة جدا، لكن بجد انتوا تستاهلوا. فتنسوش تعملوا شير ولايك كومنت وسبسكرايب كل حاجة. دلوقتي احنا بقى هنروح الفندق، فهنرتاح في الفندق. الفندق حرفيا هنا $3 بس. فنروح الفندق هنرتاح، نصحى بكرة الصبح نكمل. مساء الخير، وصلنا الحمد لله، خلصنا أول قطر. شفنا تجربة القطر، وده القطر الاقتصادي عامل ازاي، الدنيا دي الكلام ده. وصلنا مدينة هي اسمها مدينة سيزران، تعتبر من أقدم وأصغر المدن في روسيا كلها تما. هنرتاح عشان بكرة نكمل بقية الرحلة في القطر التاني للمدينة اللي احنا رايحينها، اللي فيها المغامرة الحقيقية، الاكتشافات. خلصنا الفلوج، متنسوش شير لايك كومنت سبسكرايب كل حاجة جميلة. تابعوا الفيديو الجاي عشان تعرفوا المغامرات الحقيقية، وهتشوفوا سلسلة فيديوهات هتعجبكم جدا. سلام.